الكرياتين والسترولين، يا ترى ايه الفرق بينهم؟ الكرياتين موجود في اللحمه الحمراء والاسماك، وجسمك بيفرزه طبيعي من الكبد والكلى والبنكرياس بس بنسبه صغيره. والكرياتين بيزود طاقتك وادائك واوزانك في التمرين على المدى البعيد، تاثيره تراكمي عن طريق خاصيه الساتوريشن او التشبع، ان مخازن الفوسفوكرياتين موجوده في عضلاتك بتتملي، وده هيزود من انتاج الاي تي بي الادينوزين ترايفوسفات. والاي تي بي كل ما بتزيد بيزود من انتاج الطاقه في جسمك، وتاثير الكرياتين بيبدا يبان بعد اسبوعين او 4 اسابيع. طب والسترولين؟ السترولين حمض اميني بيزود من الانديورنس او قدره التحمل في تمرينك عن طريق زياده ضخ الدم للعضلات. ان السترولين بتحول لجسمك لل ارجينين، والال ارجينين هيزود من انتاج ال NO النيتريك اوكسيد، والنيتريك اوكسيد بيزود من تمدد الاوعيه الدمويه، بالتالي هيزود من ضخ الدم اللي رايح للعضلات في التمرين. طب وايه يعني لما يزود ضخ الدم في التمرين؟ زياده ضخ الدم يعني زياده الاكسجين والبروتين اللي رايح للعضلات، يعني طاقه اكبر وتحمل اكبر، وبيخلصك من اللاكتيك اسيد حمض اللاكتيك، وده اللي مسؤول عن الالم في التمرين. زي ما تقول كده اللاكتيك اسيد بيتصرف ويتغسل اسرع، يبقى الم وتعب اقل، يبقى تمرين اطول وريكفري واستشفاء احسن. فكرياتين او سترولين الاثنين كويسين وعادي جدا برضه لو استخدمتهم مع بعض. وطبعا لو عاوز تشتريهم من مكان مضمون يبقى دكتور فيت ستور، ومتاح الشحن لجميع المحفظات ولحد باب البيت. وما تنساش جيت فيت وذ دكتور فيت.